زمن الوصاية سالة، المغاربة فاقوا من خرافة تجار الدين. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. المغاربة اليوم راه ما بقاوش داك الناس اللي دغيا تدخوا عليهم بالشعارات الدينية الخاوية ولا بحكايات على الأصل والنسب. هاد العقلية ديال شي واحد يجي يفرض راسو على الناس غير حيت تيستعمل الدين كغطاء راه ولات مكشوفة ومفضوحة. المجتمع تبدل والوعي طلع وما بقاتش تدوز عليه نفس الحيل القديمه. سنين وهما تيلعبوا على ذاك الوتر الحساس ديال الدين، مره باسم الهويه مره باسم الاخلاق، ولكن في الاخير تيبان باللي الهدف ديالهم هو النفوذ والسيطره ماشي الاصلاح. المغاربه ولاو تيميزوا بين الدين كقيمه روحيه ساميه وبين الاستغلال ديالو كاداه سياسيه رخيصه. وهنا تيبان الدرس بوضوح، اللي تيرهن بلادو وهويته المشاريع خارجيه ولا تيبيع ولاء الاجندات ما عندها حتى علاقه بمصالح شعبه، النهايه ديالو معروفه. شوفوا كيفاش بعض الناس اللي تورطوا في التخابر وباعوا اوطانهم في البحرين، حتى الجهات اللي كانوا كيعولوا عليها تخلات عليهم في اول اختبار، ما استقبلاتهم ما دفعت عليهم ايران وتركيا وسلطنه عمان، بالعكس تبرات منهم وخلاتهم يواجهوا مصيرهم بوحدهم، حيت ببساطه الخاين عمره ما تيكون شريك، غير اداه تتستعمل وتترمى ملي تتسالي الصلاحيه ديالها. اللي تيبيع الاصل ديالو وتيتلصق في اصول الناس تيخسر كل شيء، الانتماء الهويه وحتى الكرامه. وهذا الشيء راه ماشي غير هضره، راه واقع تيتعاود في كل زمن ومكان. وكما تجد شحال هذا اللي ضيع اصله راه ما عنده لا امان ولا استقرار. اليوم المغرب غادي في واحد الطريق واضح، تنميه، استقرار، انفتاح على العالم، مشاريع كبيره، طموحات اكبر، وعقليه تتقلب على المستقبل. ماشي على الرجوع الخطابات تتعيش على التخويف وبيع الوهم والولاء البراني. هادشي كامل ما كيخلي حتى بلاصه للناس اللي باقيين عايشين بعقليه الوصايه على المجتمع. اللي باغي الدين كيخدموا بالمعقول، بالاخلاق وبالقدوه الحسنه، ماشي بقوه الغوات ولا بالاستغلال. اما اللي باغي يركب على الدين باش يدير به مشروع سياسي ولا يفرض افكار البراني علينا وعلى الناس هنايا اللي في هذا المجتمع، راه خاصو يعرف باللي اللعبه تبدلات، والمغاربه ولات عندهم واحد المناعه كافيه يفرقوا بين الصدق والتجاره. اذا من هذا الشيء كامل المغرب تبدل والمغاربه تبدلوا، واللي باقي كيتاجر بالدين والولاء ديالو البراني ولا كيبيع الوهم العباد الله راه غادي يبقى غير خارج السياق حتى يبان للناس كاملين على حقيقته، وراهم بانوا على حقيقتهم ما بقاوش يدوخوا علينا. تحياتي.